مساء الفل عليكم. اخباركم ايه؟ الناس اللي بتقول الصفقات. طيب، الصفقات النادي الاهلي حتى الان لسه مفيش جديد غير عمر كمال عبد الواحد. تمام. موضوع بقى احمد امين اوفا والمهاجم اللي عامل دوشه لاداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي كمان. يا جماعه، احمد امين اوفا على الطاوله والموضوع شبه منتهي، والمهندس ايمن الشريعي طلع وقال خلاص مفيش احسن من الاهلي نتفاوض معاه. طبعا عنده حق، الاهلي هو اللي بيدفع كتير، هو برضه مستفاد كمان ماديا. حتى لو الاهلي باع احمد امين اوفا زي حمدي فتحي، برضه انبي هيكون مستفاد. لكن احمد ياسر ريان دخل وبقوه للنادي الاهلي، وطبعا الحكم عليه بعد كاس السوبر اللي هيكون في ابو ظبي. يعني احمد امين اوفا، طبعا مروان حمدي، لكن بقى الحساسيه بين الناديين الا بقى لو مروان حمدي فسخ التعاقد وهيكون فري كده، ممكن الاهلي هيشتريه عادي. وطبعا احمد ياسر ريان، الناس اللي تقول لي وجهة نظرك ايه؟ طبعا احمد ياسر ريان على الاقل ان هو اهلاوي. والله انا شايفه من سنين، ايام ما كان موجود مع حسام البدري وبيلعب الماتشات الوديه وبيجيب بالجونين والتلاته في الماتش، انا قلت ان هو نسخه مصغره من عماد متعب. لكن بقى المدربين اللي جوهم بعد كده مش عايزين، لا احنا عايزين مستخدمين، عفوا، استغناء عن خدماته. مش عايزين لا. والله انا شايف ان احمد ياسر ريان مهاجم مصر الاول، كان في الاولمبي، المنتخب الاولمبي كان مع مصطفى محمد، والاتنين كانوا بجد مكسرين الدنيا. مش عارف ايه اللي حصل بعد كده، مصطفى محمد راح الزمالك وبعدين احترف، واحمد ياسر ريان محله سر. اي نعم مبدع مع كليوباترا، ما اعرفش الاهلي لو كان موجود كان ممكن يكون احسن من موديست. طبعا الناس اللي بتقول ان احمد عبد القادر هيمضي للزمالك، الكلام نصه حقيقي ونصه غلط. يعني مسؤول الزمالك بالفعل قعد مع احمد عبد القادر، لكن احمد عبد القادر رفض، قال ان انا اهلاوي وبفكر في الاحتراف الخارجي. طبعا بعد الاستغناء عنه في كاس العالم للانديه فكر بجديه جدا يسافر السعوديه وممكن يلاقي عرض هناك. طبعا احمد عبد القادر مستاء جدا في كاس العالم للانديه عشان هو تاني هدافي كاس العالم للانديه في الاهلي بعد ابو تريكه. طبعا اسمه يكون جنب ابو تريكه طبعا حاجه كبيره لمحمد عبد القادر، ولو كان موجود السنه دي في كاس العالم للانديه ممكن يعمل حاجه. طبعا كلنا فاكرين لما جاب جونين في فلامينجو السنه اللي فاتت وكان مبدع ومقطع الدنيا. ماشي، احمد عبد القادر ممكن يكون غلط في بداية الموسم لما بدأ يرد على كومنت الأهلوية وكومنت سلبي وبيغلط فيهم، غير قبل كده شوح بإيده الكرة لما طلعوا في التبديلات في الشوط التاني. ممكن ده يكون سبب، وقال له انت رقم 4 في التشكيلة، رقم 4. بس قال لما رضا سليم اتصاب ممكن يكون في فرصة، لكن محله سر. الناس اللي بتقول بقى على صلاح محسن، صلاح محسن ممكن يكون صفقة تبادلية مع احمد امين اوفا زائد 30 مليون جنيه زيادة. ده الكلام اللي موجود. كريم نيدفيد قال انا مش هطلع اعارة تاني، ممكن بيع نهائي، عشان هو الراجل زهق صراحة. الراجل عشان محترم ومؤدب وبيتكلمش وملهوش صوت، كل شويه اعارات اعارات، هو عايز يثبت نفسه للاهلي. والراجل كان مبدع الدنيا ومقطع الدنيا في فيوتشر، دلوقتي قعد دكة مش عارف ازاي. ده برضو قال انا مش هطلع اعارات خالص، لو عايزيني كان بيع، مش عايزيني بيع نهائي. خالد عبد الفتاح كولر عايزه، مش عايزه يطلع خالص. طاهر هو عايزه. الموضوع دلوقتي على صلاح محسن، وبقوة يكون في صفقة تبادلية، وكريستو احتمال يكون في فيوتشر وممكن يكون في سموحة. لسه هنشوف كل ده بعد كأس العالم للأندية. دي الكواليس اللي موجودة. وعلى فكرة اللي بيرقص هذه الصفقات في الوقت الحالي
طبعا الداهية المهندس عادل القيعي هو اللي بيقوم دلوقتي بالمقابلات والانترفيو مع رئيس نادي انبي المهندس ايمن الشريعي، وطبعا مع كليوباترا، وبيتفاوض هو بنفسه مع احمد ياسر ريان. وطبعا في كلام ان في كشافين من النادي الاهلي وبرئاسه الكابتن هاني رمزي هيكون موجود في كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار، ممكن يلاقي حاجه مهاجمين اجانب تحت السن. البند ده الاهلي مش مستفاد بيه نهائي. اوروبا كلها مستفاده باللعيبه اللي عندها 18 17 سنه، احنا عندنا مش مستفادين خالص. على الاقل لو جبت مهاجم اجنبي تحت السن او اي لعيب تحت السن، يعني ما عندوش لسه يعني ايه، ما عندوش الخبره الكافيه والضغط الجماهيري، هيعرف يتعود على كده مع استمرار الوقت وياخد خبره كافيه في الموضوع ده. لعيب لسه صغير هتسويه على ايدك، لكن مفيش اي حاجه خالص. استفاد على الاقل بمهاجم بندي تحت السن زي كريستو كده. والله كريستو ده مظلوم لوحده، كريستو مظلوم، وحرام يطلع اعاره، حرام يطلع اعاره. الراجل ده بجد مبدع، وبالدليل على كده ان هو اصلا قاعد دكه، والمنتخب الدولي التونسي الفريق الاول بيجيبه في المعسكرات. يعني هم واثقين فيه وكولر مش واثق فيه. دي الخلاصة كلها. ده اللي عندي دلوقتي. اشوفه فيديو جديد. سلام.